هو أنا مش عارفة أوصفها لكم إزاي، بس هي لا منها كيكة ولا منها بسبوسة، بس طعمها فوق الوصف، وتشرّفِك كده لو جاي لِك أي حد من الضيوف هتعمليها وفي ثانية هتكوني بتقدّميها. يالّا صلّي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما تنسينيش تعملي لي لايك وكومنت كده حلوة زيكم. أول حاجة هنا مقاديرنا بأي كوباية معيارية أو أي كوباية عندِك وحّدي بيها كل المقادير. كوباية ونُص من الدقيق الأبيض اللي هو الدقيق العادي بتاعنا، كوباية ونُص من دقيق البسبوسة اللي هو عند العطار بدون أي إضافات، اللي هو الخام. تمام. أنا باحب أنخلهم عشان لو فيهم أي حاجة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح، أدي المكونات الجافة. هاحط كمان 3 معالق أو 4 معالق من جوز الهند بيدّيها طعم وريحة حلوة. لو أنتِ مش عايزة دي حاجة ترجع لِك، بس هي الكيكة ديّة اسمها كيكة رواني، يعني بيتحط فيها الجوز الهند. جبت الصينية اللي هاسوي فيها ودهنتها زبدة أو سمنة وعفّرتها بدقيق. هاجيب 3 بيضات وكيسين من الفانيليا وكوباية من السكر. أهم شيء في الكيكة إن هي السكر بتاعها يكون فاتح وحبيباته رفيعة. هاضربها كده لحد لما لونها يفتح والسكر يدوب معانا. هانزل بكوباية من اللبن أو الحليب، وهانزل بمعلقة من الخل، ونُص نُص علبة زبادي لو هي كبيرة، إنما لو صغيرة يبقى علبة زبادي صغيرة. وهاضربهم ضربة، وبعد كده هانزل بكوباية من الزيت يكون نوع حلو، ما يكونش ليه أي ريحة، يكون خفيف. هاضربهم ضرب كويس جدًا لحد لمّا يبقى القوام حلو فاتح كده وتقيل معايا. هنا أهوّة بقى هاجيب الخليط السايل هاحطه على الدقيق، وطبعًا في الوقت دوّة اللي بابتدي إن أنا أشغّل الفرن، هابتدي الكيكة هاشغّل الفرن وأهدّي النار شوية لحد لمّا أخلّص الكيكة هيكون الفرن است سِخن معايا. هنا البولة كانت صغيرة فجبت بولة أوسع، وابتديت إن أنا أنزّل كل السوايل بتاعتي وكل على الدقيق اللي هو إحنا نخلناه. قلّبي تقليب كويس جدًا. طبعًا الخطوة دي أنتِ بتجهّزي الفرن وبتجهّزي الصينية عشان خاطر إن دقيق البسبوسة لو ركنتيه شوية هيشرب السوايل. فأنا عايزة أكون مجهّزة كل حاجة عشان أول ما أخلّص كده زي ما أنتم شايفين القوام بيبقى حلو وسط. أروح لو لقيتيه تقيل معاكِ ممكن تزوّدي شوية من اللبن أو الحليب يعني عشان ما يبقاش سميك. لازم يبقى الخليط طري معانا. تمام. باكون حطيته بقى فضّيته في الصينية. الصينية دي مقاس حاجة و20 في حاجة و30، يعني 35 في 25. تمام. هادخّلها الفرن على الرف الوسط. بتقعد لها حوالي 35 دقيقة. هاعمل الشربات بتاعي. فأنا جبت هنا كوبايتين من السكر، كوبايتين من المَيّة، وبعد الغليان عصرة ليمونة. تمام كده أهوّة. باسيبه قد إيه يا أم ملك، باسيبه 5 دقايق بعد الغليان. هنا الكيكة بتاعتي طلعت زي ما أنتم شايفين اللهم بارك، باختبرها بخلة الأسنان. أنا كنت هنا حاطة شريحة من الليمون باوريها لكم، والمفروض إن أنا عشان آمم عصرة الليمون أو شريحة الليمون ما تكونش نزّلت اللي هو الشوائب بتاعتها، فأنا باصفّيه عشان ما يبانش معايا في الكيكة. تمام كده. الكيكة بتبقى يا دوبك طلّعتها 5 دقايق يعني هي دافية. والشربات نفس النظام يكون دافي. أنا عملت معايا كان ممكن إن أنا أحط الخليط كلّه في الصينية، بس ما حبيتش إنها تبقى عالية أوي، لإن الشربات لمّا هنسقيها هتبتدي إنها تنفش معانا، يعني تنفش معانا لإن هي هتشرب كل كمية الشربات ديّة. تمام. عملت قالب صغير كده اللي هو الصغير دوّة حطيت فيه باقي الخليط. كان ممكن إن أنا أحط الكيكة كل خليط الكيكة في الصينية دي وهتكفي. هابتدي أزينها بقى زي ما تحبوا يعني بجوز الهند كده زي ما أنتم شايفين، ممكن حوالين داير، ممكن تقسّموها زي ما تحبوا. يعني التقديم أو التزيين ده حاجة زي ما تحبوها. تمام. حبيت أكسر اللون فحطيت بقى حبات الكريز كده بحيث إنها تكسر اللون. عايزة أقول لِك إن الكيكة دي في حتة تانية خالص، حاجة كده طعمة، حاجة كده هشة، حاجة كده بتدوب في البُق. يعني وأنتِ بتاكليها كده أنتِ ما أنتيش عارفة أنتِ بتاكلي بسبوسة والّا بتاكلي كيكة من حلاوتها، طعمة مش قادرة أقول لِك بقى. طب نقطع بقى الكيكة كده ونشوف بقى الحلاوة اللي إحنا عملناها اللي هتشرفنا لو جالنا ضيوف. على طول في أقل من نُص ساعة هتكون جاهزة معانا ومستوية وشرّبتها الشربات وهاقدّم على طول. هاجي بقى أقطّع كده أهوّة. طبعًا أنا جيت أقطّع باللي هي السيليكون دي عشان خاطر إن البايركس ما يحصلهوش أي حاجة ويتكسر معايا، فطبعًا عريضة، فقُلت لأ ما بدّيهاش فطلّعتها. عايزة أقول لِك إن أنا عندي تليفوني وِحِش، وِحِش، بيطلّع الحاجة حتى ما بيظهرش جمالها وحلاوتها، من كتر إنها في الحقيقة حلوة فاتحة جدًا، لونها فاتح، هشة جدًا، شاربة الشربات مضبوط، وطعمها حلو أوي وبتدوب في البُق. لو وصلت لحد هنا
بتتفرج على الفيديو أتمنى منك تعملي لي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، وخشي كده على الصفحة وخدي فكرة على كل المحتوى اللي أنا بقدمه، وقولولي بتتابعيني من أنهي بلد.